إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع ومرحبا بكل من يتابعنا داخل الوطن وخارجه. مرحبا بكم في قناتكم سبور نيوز. إذا مباراة ريال مدريد والضيف ومضيفه فريق نابولي الإسباني تنتهي بفوز ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يحقق الأهم وهو ثلاث نقاط خارج الملعب. بهذا الفوز المثير يصل ريال مدريد إلى النقطة السادسة، النقاط الكاملة من مباراتين. نابولي بثلاث نقاط، الهزيمة الوحيدة وهي مباراة اليوم أمام الريال مدريد. سبورتينغ براخا يحقق فوز صعب على يونيور برلين في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 90، ثم يونيور برلين بصفر نقطة وبدون فوز. كما ان باقي نتائج دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم عرفت فوز ريال سوسيداد الاسباني على ريال ستاسبورغ من النمسا. يونيون برلين يسقط امام سبورتينغ براخا وهي في نفس مجموعه ريال مدريد. يونيون برلين بصفر نقطه. غالاتا سراي يحقق فوز ثمين جدا خارج ملعبه امام مانشستر يونايتد بثلاث اهداف لهدفين. كاسيميرو اللي تلقى البطاقه الحمراء في الدقيقه 77. هذا الطرد هذا اثر كثير على مانشستر يونايتد. مشاركه اللاعب سفيان امرابط كان الواقع ايجابي في وسط الميدان، الا ان الطرد ديال كاسيميرو اثر على الفريق. اصدقاء حكم سياج كيحققوا نتيجه ايجابيه ثلاث اهداف لهدفين. بايرن ميونخ فوز صعب خارج ديال ان كوبنهاغن الدنماركي. انتر ميلان بنفيكا 1-0 للانتر ميلان، هدف ماركوس توران. نابولي الايطالي سقط امام ريال مدريد. لانس يحقق المفاجاه ويفوز على ارسنال الانجليزي بهدفين، بهدف واحد دقيقه 69. جميع الاهداف سجلت في الشوط الثاني تقريبا، والاهداف حاسمه في هذه المباريات. اليوم بي اس في ايندهوفن من هولندا يتعادل مع اشبيليا، هدف يوسف النصيري في الدقيقة 87، لكن دفاع اشبيليا لم يحافظ على النتيجة ليعادل بي اس في بالدقيقة 90. كانت هذه هي نتائج المباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا، في انتظار باقي المقابلات. إذا الإخوان ما تبخلوش علينا باللايك وتشتركوا في القناة باش دائما إلا حطينا شي فيديو ولا شي بث يوصلكم انتم الأولين. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.